أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناة اهتماماتكم. وحنوريكم فيه كل مواعيد عرض المسلسلات الرمضانية السودانية. بالمناسبة عاوز أقول لكم رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا بالصحة والعافية، وإن شاء الله تكونوا تامين ولامين وسالمين. وفي البداية خلونا نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوا اللايك والشير ودعمنا بالاشتراك عشان نقدر نواصل. أهلا وسهلا أصدقائي مرة ثانية على قناة اهتماماتكم. زي ما قلنا في بداية الحلقة إنه حنتعرف الليلة سوا على مواعيد عرض أبرز، أو نقول شنو، أغلبية المسلسلات وقنوات العرض كمان. واللي حابدان بمسلسل زاندا لأنه في ناس كتير سألت عنه، فحيعرض الساعة 3 على النيل الأزرق، والساعة 4 على الشروق، وطوال مباشرة الساعة 5 على البلد. ده كله كم؟ 200 العصر. وتاني مسلسل معنا وهو مسلسل ود المك، فحيعرض على البلد الساعة 24 دقيقة، وحيتعرض لنا الساعة 12 على سودانية 24. وتالت مسلسل اللي هو آخر خيار، فحيتعرض على البلد الساعة 12:15. أما عن المسلسل الرابع اللي هو حيكون مسلسل دروب عودة. دروب عودة فحيتعرض لنا على قناة السودان الفضائية الساعة 3 شوكة، والنيل الأزرق الساعة 4 طوالي. وعشان ننتقل للمسلسلات الكوميدية واللي حابدان بمسلسل قشر موزة. قشر موزة حيتعرض على النيل الأزرق الساعة 3 عصرا، وفي الخرطوم الساعة 8 قناة الخرطوم، وفي قناة الشروق الساعة 9 مساء. أما عن أولاد إبراهيم فحيعرض على البلد الساعة 1:30 ظهرا. وعندنا مسلسل حريم سيتي فحيعرض الساعة 8 على سودانية 24. يا جماعة مسلسل حريم سيتي ده يمكن ما كل الناس عارفاه، لكن هو شنو، مسلسل يعني قمة في الروعة، فممكن الناس شنو تتابعه يعني. عندنا نادي باريس. نادي باريس حيتعرض لي الساعة 9 على سودانية 24. وبرضه معانا ضبط المصنع، لكن ده شنو، ما النجم فضل يعني، ما في القنوات العادية في اليوتيوب والفيس، ما علينا. أكيد طبعا انتوا حضرتوا الكم حلقات الأوائل من المسلسلات اللي ذكرناها دي كلها، فالحمد لله الأغلبية نجاح. وأغلبية المسلسلات الكثيرة دي يعني لو لاحظتوا انهار على المشاهدات واللايكات وكده، طالما انه مسلسلات كثيرة يعني، لكن ما يعني انه شنو ما في منافسة، لكن المنافسة شنو ما قوية، ممكن نقول وسط يعني. ده حسب محركات البحث في اليوتيوب. انا ذاتي تقييمي الشخصي لغاية المسلسلات دي كلها كده بصورة عامة بديها كم 90%. دير ذكرنا بس ذكرناهم يعني، انه في مسلسلات برضو شنو ما ذكرناهم، لكن بصورة عامة كده ما في فشل، لكن في احسن واقوى ووسط. طبعا ده تقييمي الشخصي، لانه اغلبية الحلقات دي كبداية انا عجبتني يعني. اما انتوا فممكن تقولوا لي اراءكم عن طريق التعليقات، ولو دايرين حاجة نتناقش فيها او نوضحها اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وحابة اذكركم ما تنسوا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك بالقناة عشان نقدر نواصل ويجيكم الجديد. وان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم ويتحقق منه الفائدة المرجوة واستفدتوا يا رب. ولحد هنا حلقتنا وتوصل لاخرها، واشوفكم في فيديوهات جاية بألف صحة وعافية، ويلا سلام.